بجد ألف شكر لصاحب معمل الترشي اللي قال على طريقة تخليل الخيار دي. أنا ما كنتش أتوقع إنه بيتعمل كده خالص، تخليل الخيار في يوم واحد وطعم ولا أروع، قرمشة لآخر واحدة. الطعم اللي بتتجننوا عليه خلاص النهاردة هتعرفوه، كل تفاصيل مخلل الخيار في الفيديو ده، طريقة المظبوطة مليون في المية. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف طريقتنا. انا لما عرفت بقى الطريقه قلت انا هعمل 3 كيلو خيار. جبت الخيار البلدي الحجم الصغير، غسلته كويس جدا وشقيت كل واحده كده بالسكينه. والخطوه دي اختياريه، انا كنت عامله كده عشان كنت خايفه، بس الخطوه دي تقدروا تعملوها وتقدروا ما تعملوهاش. انا شقيت كل خياريه كده شقه كده صغيره بالسكينه. الملح اللي هستخدمه النهارده هو الملح الصخري. الملح الصخري ده يا جماعه بيتباع عند اي عطار، سعر الكيلو من 5 ل6 جنيه على حسب المنطقه. هو بيكون شكله كده، ده الملح اللي بيتخلل بيه الفسيخ. الملح ده خاص بالمخللات، وبتوع المعامل كلهم مش بيستخدموا اللي هو، علشان هو صالح ومناسب جدا لاي نوع مخلل، اي تخليل عموما، سواء اسماك سواء المخللات. المهم ان انا بجيبه سعره رخيص، نص كيلو، كيلو براحتك خالص، الكيلو من 5 ل6 جنيه، وده اللي انا هستخدمه النهارده. لكل كيلو خيار بياخد لتر ميه. انا النهارده مستخدمه 3 كيلو خيار، فحطيت 3 لتر ميه من الحنفيه عادي خالص. لكل كيلو خيار هياخد 3 معالق كبار من الملح الصخري ده، 3 معالق كبار. لو انت ما عندكيش ملح صخري خلاص استخدمي ملح ناعم بنفس الكميه ونفس المقدار. تمام كده. فانا هنا معايا 3 لتر من الميه على 3 كيلو خيار، حط عليهم 9 معالق كبار من الملح. تمام كده، 9 معالق كبار عشان لكل كيلو كل لتر ميه بياخد 3 معالق كبار. حط عليهم كام فص كده من التوم، اللي هو يعني اللي هو حوالي مثلا ربع راس توم او نص راس توم. هنزل عليهم بحوالي كوبايه مليانه من الخل الابيض عادي خالص. هما بيستخدموا الخل الخام السايب اللي بيتباع عند العطار، انا مستخدمه الخل بتاعنا العادي. ولكل كيلو خيار بحط معلقه كبيره من السكر. انا هنا حطيت 3 معالق كبار من السكر. يا رب تكون المقادير موضحه لحضراتكم. بعد كده هنزل بشويه من النعناع، اوراق النعناع الاخضر او الكرفس. انا ما كانش عندي كرفس فاستبدلته باوراق النعناع الاخضر. يعني اي منكهات عطريه يا جماعه تقدروا تحطوها. حطيت كمان معاهم كام شريحه كده من الليمون. كل الكلام ده بيدي طعم رائع رائع للخيار. وكمان حطيت شويه كده من الفلفل الاخضر والاحمر متقطعين شرايح، برضو تقدروا تحطوه تقدروا لا، بس كل الكلام ده هيفرق جدا معاكم. هاخد كل الكلام ده وهعمل فيه ايه؟ هرفعه على النار يغلي، واتاكد تماما ان الملح والسكر ديبوا، عايزاها غلوه محترمه. هقلب كده اتاكد ان كل الملح داب معايا. هبتدي ان انا اسقط على الميه دي المغليه السخنه اللي لسه نازله من على النار. انا رفعتها من على النار، حطيتها على الرخامه اهو قدامكم. هسقط عليها الخيار اللي انا غسلاه وشقاه معاكم. هسقط عليه كل كميه الخيار بالشكل ده. اعمل ايه بعد اما بسقط عليه الخيار ده؟ بغطسه كده في الميه، لازم الميه تكون مغطيه الخيار لان انا حاطه كميه ميه مناسبه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اغطي الحله واسيبها لمده 24 ساعه، يوم كامل. بعد ما تتغطى لمده 24 ساعه وانا متاكده ان خلاص الخيار كله غطسان، في خلال ال 24 ساعه انا كل شويه بدي تقليبه للخيار من فوق لتحت عشان اضمن ان هو هياخد اللون ده. اللون اللي بتاعه اتغير بقى لونه مصفر. ده تاني يوم يا جماعه، ده تاني يوم بالظبط بقى شكله كده. تحسوه ان هو اتخلل، وهو فعلا اوريدي اتخلل خلاص، بس احنا لسه ما كملناش الطريقه. المحلول الملح اللي موجود في ميه الخيار ده حادق. لو انا كملت عليه كده، احنا كنا طبعا كلنا بنعمل الخيار كده، القرمشه بتاعته بقى مش طبيعيه. لو انا فضلت سايباه في الميه دي، اللي هيحصل ان الخيار هيفضى. الملح، نسبة الملح اللي موجودة في المية دي هتخلي الخيار بتاعي يفضى من جوه، يبقى مهوي، والمية اصلا بتاعته حادقة، فانا مش عايزة كده. انا هعمل ايه؟ هبتدي اقطع كل كمية الخيار بتاعتي، اي تقطيع انتوا حابينها، افضيها في برطمان، افضيها في علبة براحتي خالص. حطيت معاهم شويه الفلفل اللي انا كنت مقطعاهم لان طعمهم حلو جدا. حط الكلام ده كله. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هنزود عليه بقى اضافات وركزوا معايا. هزود عليه كوبايه من الخل تاني، او كوبايه ونص زي ما انتوا حابين، يعني زي ما انتوا حابين المزازه بتاعه الخيار. انا حطيت حوالي كوبايه كده،
وهنزل عليهم بميه بملح تاني غير الميه اللي انا عامله فيها. ليه بقى؟ الميه اللي بملح دي لكل لتر ميه حطيت عليها معلقه ملح، اللي هو الحدق العادي يا جماعه الطبيعي خالص. انتوا لما بتجيبوا مخلل من بره بتيجوا تاكلوا، لو في ميه بتيجوا تدوقوا الميه ما تبقاش حادقه، تبقى الميه مزه وطعمها ملحها مظبوط، لان هما ملحوه اوريدي في محلول ملحي تقيل ملحه شديد، وبعد كده نقلوه لملح خفيف، عشان لو فضل في المحلول الملح التقيل الخياره هتفضى من جوه وهتبقى عباره عن حته جلده ملهاش طعم. فعشان نحافظ عليه ونحافظ على جمال قرمشته وجمال حدوقيته احنا لازم نعمل الخطوه دي. محلول الملح الاولاني انا خلاص مش بعوزه، المحلول الملح التاني اللي انا بحفظه فيه بقى اللي هو كل لتر من الميه معلقه من الملح ومعلقه صغيره من السكر، وبحفظه فيها بقى بالشكل ده. اللي حابب يحط رشه كركم عشان يدي لون اصفر للخيار اوكي مفيش مشكله، بس انا حبيته بلونه الطبيعي الرائع ده. حابين تحتفظوا بيه من غير ما تقطعوه سليم كده مفيش مشكله، انا بغطي العلبه بتاعتي وبحطها في التلاجة بيفضل معايا زي الوقت اللي انا عايزاه. يا رب تكونوا استفدتوا، وده فيديو النهارده اتمنى يكون عجبكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، شكرا لكم، مع الف سلامه.